السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد عصام ودي حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة كتبها لنا الكاتبة بسملة لبيب، بحب اشكرها جدا. ما تنسوش قبل اي حاجة تدعوا لاخواتنا في فلسطين والسودان ولبنان والمستضعفين في كل مكان ان ربنا ينصرهم يا رب. وبدون مقدمات كتير يلا بينا نخش في حلقة النهاردة. اعرفكم بنفسي، انا سليم نبيل، ضابط جنايات. كنت قاعد في مكتبي زي كل يوم، والوقت خدني لحد ما اتفاجئت ان الساعة بقت 12 بالليل. قمت عشان اروح البيت، لقيت المطر شديد جدا. جريت بسرعة على عربيتي وركبت، ودقيقة ولقيت ماما بترن عليا. فتحت عليها وقالت لي: يا ابني انت فين؟ رنيت عليك كتير، ما بتردش ليه؟ معلش يا ماما، الشبكة كانت وحشة جدا بسبب المطر. كانت بتتكلم معايا وكان باين على صوتها الخوف والقلق. سليم، ابوك مرجعش لحد دلوقتي من شغله، وعمال ارن عليه ما بيردش. ازاي يعني؟ معرفش يا ابني، هو من الصبح بره، خد عربيته ولحد دلوقتي لسه مرجعش، على غير عادته تماما. طيب يا ماما اقفليه وانا هشوفه هو فين، ما تقلقيش. قفلت معاها ورنيت على ابويا بس برضه ما كانش بيرد. رنيت على حد من زمايله اساله هو لسه معاه ولا لا، ويعني لو في حاجه يعرفها يقول لي. كانت المفاجاه انه قال لي ان هو مفصول من مده كبيره من شغله. بدات اتكلم زي المجنون. يعني ايه؟ انا كنت مشغول على طول في شغلي، بس مش لدرجه ان هو ما يعرفنيش انه اتفصل. طب طب شغل ايه اللي كان بيروح؟ للاسف صاحبه ده ما كانش يعرف اي حاجه، بس قلت ان اهم حاجه دلوقتي ان الاقيه. رحت الجراج ولقيت راجل بتاع الامن من بتوع الجراج، فسالته: ما شفتش بابا؟ يا باشا تقصد الاستاذ نبيل؟ اه هو. ايوه جه من بدري بس ما شفتوش وهو بيخرج، يعني علشان انا رحت اجيب حاجات كتير. طيب ماشي شكرا. رحت عند مكان ما بابا بيركن العربيه، ولقيت عربيته فعلا، بس نورها كان شغال. رنيت عليه تاني وسمعت صوت تليفونه جاي من جوه العربيه، ورحت وحاولت افتح العربيه بس كانت مقفوله. فضلت احاول افتحها لحد ما لقيت بتاع الامن بيجري عليا وبيقول لي انه لقى مفتاح العربيه واقع على الارض، فممكن يكون بتاع بابا. اخدته ولقيته فعلا بتاع عربيه بابا. فتحت العربيه بسرعه، بس لقيت موبايل بابا بس. حاجه جوايا قالت لي اني افتح شنطه العربيه، ويا ريتني ما فتحتها. شفت منظر عمري ما هنساه ابدا. لقيت بابا غرقان في دمه. حطيت ايدي على رقبته عشان اشوف فيه نبض ولا لا، وهو ما كانش فيه اي نبض ولا حتى كان بيتنفس. انا من الصدمة وقعت على الارض. الراجل بتاع الامن جه جري، واول ما شاف المنظر اتنفض ومسك تليفونه يكلم الشرطة، عشان بعدها بكام دقيقة الاقي الاسم بيرن عليا. مسكت تليفوني وحطيته على ودني، ولقيت الضابط بيقول لي: سليم، في جريمة قتل حصلت في الجراج اللي جنب بيتك، انت تقدر تروح و5 دقايق بالظبط وهبقى انا والفريق عندك. ما ردتش عليه. التليفون وقع من ايدي على الارض. ما كنتش قادر استوعب اللي حصل. بدأت اسأل نفسي زي المجنون: هو بجد بابا اللي في العربية وسايح في دمه؟ الدموع بقت تنزل من عيني بشكل هستيري. انا ظابط وبشوف من الجرايم ابشعها، بس اني اشوف ابويا كده ده كان شيء قاسي عليا قوي. اي حد مكاني ما يقدرش يتحمله. مفيش شوية وباقي قوات الشرطة والفريق الجنائي جه بقوا عندي في المكان. حاولت اتكلم معاهم وانا ما بين الحزن والغضب. خدوا الجثة بسرعة على المشرحة وعرفوا لي سبب الوفاة وساعة الوفاة والاصابات، وارفعوا لي كل البصمات اللي في العربية. دوروا على أداة الجريمة واي حاجة توصلنا للعمل كده، وفرغوا لي الكاميرات بتاعت الجراج. كل ده يحصل في اسرع وقت. وفجأة لقيت ماما جاية هي وعمي. جريت وقفت قدامها، حاولت امنعها انها تشوف بابا في المنظر ده. قالت لي بخوف: هو في ايه؟ وليه كل الناس دي هنا؟ فين ابوك؟ طب هو كويس؟ ما كنتش عارف ارد اقول لها ايه. كل اللي عملته اني
حضنتها وعيطت. ماما لما شافت بابا وهما بينقلوه على عربية الإسعاف فضلت تصوت وتزقني وجريت عليه. عمي والعساكر حاولوا يمنعوها عشان البصمات بس ما قدروش، وراحت شالت الغطا من على بابا وفضلت تحضنه وتصوت. محدش قدر يمنعها لأنهم عرفوا إنها هتبقى أمي واللي على النقالة يبقى أبويا. بس أنا جريت بعدتها عنه وزعقت لهم وقلت لهم بعصبية: انتوا ازاي تعملوا حركة زي دي؟ كنت متعصب ساعتها لأن أكيد معظم البصمات بقت لماما. قلت لعمي يرن على مراته تيجي ويفضلوا مع ماما لأن أنا ورايا شغل. فقال لي: انت هتسيبنا في الموقف ده؟ رديت عليه وانا منهار: عمي انا ابويا اللي مقتول وانا لازم اشوف شغلي بعد اذنك واعرف مين اللي قتل ابويا. يعني انت هتخليهم يشرحوا ابوك؟ اول ما قال كده ماما مسكت فيا وقالت لي وهي منهاره وعماله تعيط: لا مستحيل اخليك تعمل كده، مستحيل. اهدي يا ماما، بابا اتقتل ولازم نعرف مين اللي عمل كده ونجيب له حقه. هات له حقه من غير ما تهين ابوك بالمنظر ده. يا ماما دي مش اهانه، مفيش وقت، احنا لازم نخلص كل حاجه بسرعه علشان اللي عمل كده ما يلحقش يهرب. ومشيت وسبتها وهي بتصرخ وبتقولي: اكرام الميت دفنه على طول يا سليم، يا سليم ارجوك ما تعملش كده في ابوك. مشيت ورحت معاهم على المشرحه وفضلت مستني طول الليل في المستشفى جنب اوضه التشريح. خرج دكتور وقال ان لسه مفيش اي حاجه هتبان الا الصبح. رنيت على ماما اطمنت عليها ان معاها مرات عمي وعمي طلب مني انه يجي بس انا رفضت. قلت له انه لازم يبقى في راجل معاهم في البيت عشان لو حصل اي حاجه لا قدر الله. قفلت تليفوني وفضلت افكر مين ممكن يعمل في بابا كده، وقلت لنفسي اني مش هعيط تاني ولا هضعف ولا حتى احزن لحد ما اعرف مين عمل فيه كده واجيب له حقه. لقيت حد من القسم بيرن عليا وبيقول لي: تقرير البصمات هيوصل بكره الصبح، على فكره احنا لقينا اداه الجريمه. لقيت ايه؟ لقينا جزمه حريمي بكعب 7 سنتي، لقيناها في العربيه وبعتناها لكشف البصمات برضو، فاعتقد ان دي ممكن تكون تبع الجاني اللي قتل والدك. انا مش عايز اي اعتقاد، انا عايز كل حاجه تخلص في اسرع وقت، انت فاهم؟ تحت امر سيادتك، كلنا شغالين بكل قوتنا وان شاء الله بكره الصبح كل المعلومات هتكون عندك. تمام، ولو في اي جديد تعرفني بيه فورا، انت فاهم؟ تحت امرك يا فندم. ومشيت رحت البيت. كانت الساعه 2 بالليل. البيت كله مليان عياط وعمي عمال يهدي فيهم. واول ما دخلت ماما جريت عليا وسالتني: عرفت حاجه يا سليم؟ لسه يا ماما، بس ما تقلقيش، لقينا اداه الجريمه وقريب جدا هنعرف مين اللي عمل كده. انا جيت اطمن عليكي واروح القسم، هفضل هناك لحد ما التقارير تطلع بكره. اداه ايه اللي لقيتوها يا سليم؟ هعرفك كل حاجه بس لما اتاكد، وما تخافش انا هنا معاهم، وبلغني باي جديد يا سليم. تشكر يا عمي. وسبتهم ورحت القسم ودخلت مكتبي. دماغي كانت هتنفجر من التفكير، وما كنتش عايز اقلق ماما اكتر واسالها على حوار انه اتفصل من الشغل لا تكون مش عارفه. بدات اسال نفسي: مين ليه مصلحه انه يقتل ابويا؟ انا كنت بعيد عن بابا الفتره اللي فاتت لان كان ورايا شغل كتير، كنت برجع البيت اخر الليل وبيكون نايم هو وماما، واما برجع بدري ساعات بيكون بره وماما تقولي ان هو لسه في الشغل. طب شغل ايه بقى اللي كان بيروحه؟ فجاه افتكرت ان انا طلبت انهم يفرغوا لي الكاميرات بتاعه المراقبه. مسكت تليفوني ورنيت على الضابط اللي موجود في الجراج وسالته هل تفريغ الكاميرات جهز ولا لا، وكان رده انها جهزت. قمت على طول ورحت للجراج ودخلت اوضه الكاميرات وبدات اشوف لو بابا خرج الصبح، بس ما كانش فيه اي حاجه غريبه، كل حاجه كانت طبيعيه لحد الساعه 9:49. خرجت ست من العربيه كانت لابسه فستان، طلبت منهم يكبروا الصوره لحد ما ملامحها بانت في الكاميرا بوضوح، كان باين عليها انها في الثلاثينات من عمرها. بعت بسرعه صورتها للقسم وطلبت منهم يدوروا عليها ويعرفوا مكانها، ورجعت كملت الفيديو. بس المفاجأة لقيت الفيديو بقى من الساعة 9:54 للساعة 11:25 ممسوح. ده تقريبا وقت وصولي على الجراج. هنا اتأكدت ان الجاني مش الست دي، بس مستحيل ما يسيبش وراه غلطة. عدت فيديو المراقبة بدل المرة 3 بس ما لقيتش اي جديد.
خرجت من أوضة المراقبة ورحت لمكان الجزمة. وقفت أبص على العربية أحاول ألاحظ أي حاجة. بدأت أتخيل الجريمة حصلت إزاي، وإن أكيد في شخص جه بعد ما الست دي مشيت ولقى الجزمة بتاعتها في العربية، فاستغل وجودها وقتل بيها بابا. بعد ما فضلت أتخيل الحادثة بكذا شكل وكذا طريقة، سبت العربية لأني كنت سمعت صوت أذان الفجر. رحت للمسجد، اتوضيت وصليت، وفضلت أدعي لبابا وأدعي ربنا إني أعرف مين عمل كده. وحرفيا كنت تعبان لدرجة إني نمت مكاني في المسجد. صحيت الصبح على رن تليفوني، كانت الساعة 9 الصبح. رديت وكان الاسم، قالوا لي إن كل حاجة جهزت. جريت غسلت وشي ولسه هخرج، لقيت الباب مقفول ومتعلق عليه ورقة كانت مكتوبة من شيخ المسجد، بيقول لي فيها إنه عارف اللي حصل وإني قد إيه كنت تعبان، فما حبش إنه يقلقني وسابني أنام، وسايب لي مفتاح المسجد على كرسي جنب الباب. الله يكرمه بجد. فتحت باب المسجد وركبت عربيتي، دورتها ولسه همشي، بس قلت ابص على العربية كمان مرة، وفعلا بصيت فيها وما لقيتش حاجة. رحت اتأكد كمان مرة من شنطة العربية، بس لاحظت فتحة من الجنب، بس كان عليها خشبة ومعمول بمسامير كتير. جبت مفك كان في عربيتي وفتحت المسامير، لقيت فيها فردة الجزمة التانية، بس الفردة دي كعبها مش سليم وحوالي 4 سنتي. كلمت قسم التحليل الجنائي وقلت لهم ان في دليل جديد لازم يرفعوا فيه البصمات، وفضلت واقف لحد ما جم واخدوه. وبعدها رحت على القسم، وهناك عرفت ان بابا ميت نتيجة تكسير جمجمة بأداة شبه حادة اللي هي كعب الجزمة، بس فردة الجزمة المكسورة ما كانش عليها اي اثر لدم او حاجة، عليها بصمات بس. هنطبقها مع بصمات الست اول ما نلاقيها لانها المشتبه الاول. ومش بس كده كمان، ده تقرير الوفاة وتشريح الجثة قال انه مطعون بسكينة طعنتين في بطنه بأداة حادة. غريبة، ما كانش فيه اي أداة حادة او أداة للجريمة غير الجزمة. والمفاجأة الجديدة انهم لقوا في العربية بودرة، ولما اتحللت طلعت مخدرات. فضلت قاعد في مكتبي وبحاول اربط الخيوط ببعض عشان اوصل للجاني، وفي عز تفكيري تليفوني رن، وكانت امي بتسأل وصلت لايه. حكيت لها اللي حصل، واثناء ما بتكلم دخل عليا عسكري وقال لي انهم قدروا يعرفوا مكان الست اللي كانت في عربيته. قفلت مع ماما وعرفت من العسكري ان اسمها سلوى احمد، مطلقة من 3 سنين وما عندهاش اي اطفال. خرجت بعربيتي ومعايا العسكري عشان ما تحسش باي حاجة وتهرب لو سمعت صوت عربية الشرطة، وعرفتهم في الاسم انهم يستنوا رنة مني ويبقوا مستعدين لو حصل اي حاجة. ورحت المكان، كان بيت في عمارة، والغريب اننا ما شفناش بواب للعمارة دي. دخلنا الاسانسير وطلعنا الدور التالت اللي فيه شقتها. خبطت كذا مرة على الباب ما فتحش، فاضطريت اني اكسر الباب، وعملت كده فعليا ودخلت الشقة. الشقة كانت ضلمة، شغلت النور والشقة كانت مكركبة جدا. شاورت للعسكري يدخل يدور في اوضة، وانا دخلت ادور في اوضة تانية. كان ما فيهاش حد ولا فيها اي حاجة. لقيت العسكري بينده عليا، جريت رحت له، والمفاجأة الست غرقانة في دمها وكانت مدبوحة. لمست كده الدم بايدي وكان لسه سخن، يعني لسه تقريبا مقتولة حالا. الجاني قريب. قلت للعسكري بلغ الاسم يبعتوا قوة تفتش كل المنطقة فورا، والاسعاف تيجي تاخد الجثة للمشرحة. وجريت على البلكونة يمكن الاقي الجاني لسه في الشارع او في المنطقة حتى، بس اللي لقيته كان صدمة. لقيت جثة راجل. ناديت على السكان اللي في العمارة واللي كان من ضمنهم صاحب العمارة، اللي بان على وشه الخوف والتوتر وقال لي ده البواب. جم افراد الشرطة شمعوا البيت ونقلوا الجثث ورفعوا كل البصمات، وانا نزلت الشارع وبدأت اسأل الناس اللي خوفهم باين عليهم. لقيت واحد صاحب كشك هناك فسألته انت شفت اي حد غريب دخل العمارة غير سكانها؟ رد عليا وقال لي انه لا، ما شافش اي حاجة. قطع كلامنا شخص وبدأ يتكلم. انا شفت حد كان واقف مع البواب، فضل واقف لمدة كبيرة وكان شكله غريب. شكله غريب ازاي؟ هو ما كانش باين منه اي ملامح، هو كان لابس نظارة سودا وحاطط كاب ومنزله على راسه. كمل، ايه اللي حصل؟ زي ما قلت لحضرتك، كان واقف مع البواب وبعدين دخلوا العمارة مع بعض. شفت حاجة تانية؟ لا يا فندم، انا قلت على اللي شفته كله. رجعت على الاسم وبدأت احقق في اللي حصل، وكان معايا كل فيديوهات كاميرات المراقبة اللي قدام العمارة اللي تثبت فعلا كلام الراجل ده، بس الشخص اللي كان مع البواب مش ظاهر منه اي حاجة تدل عليه. وكمان الكاميرات جابته لما مشي،
وده كان بعد ما دخل بتلت ساعة بس، وقبل ما انا اوصل ب5 دقايق. وفي عز اللي انا فيه الاقي عم بيتصل عشان يقول لي: سليم، الحق امك مختفية من الصبح وما بتردش على تليفونها. يعني ايه؟ انتوا مش معاها في الشقة؟ ازاي محدش شافها وهي بتخرج؟ يا ابني ما انا بعد ما قفلت معاك التليفون فجأة اتغيرت وكان باين عليها التوتر والخوف. قالت انها هتدخل تاخد شاور وانا نزلت عشان كان عندي مشوار ورجعت زي ما قلت لك كده ما لقيتهاش. مشوار ايه اللي رحته؟ انا مش قايل لك تفضل معاها ما تفارقهاش لحظة؟ مش وقته الكلام ده، دور عليها الاول وشوف هي راحت فين. ادور عليها فين؟ مش بعيد القاتل يكون. لا بعد الشر. طيب اقفل دلوقتي. ما بقيتش عارف اعمل ايه. ادور عليها فين؟ لحد ما لقيت رقم غريب بيرن عليا. رديت وكان صوت راجل غريب وقال لي: امك بقت معايا دلوقتي وما تفكرش تدور ولا تراقب المكالمة لانك مش هتوصل لحاجة. يعني واحد قاتل ومعرفتش تلاقي دليل واحد عليا، هتعرف توقعه بحاجة تافهة زي دي؟ انت مين يالا وعايز ايه؟ ايه مشكلتك معايا؟ وليه قتلت ابويا؟ لا 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 لا، انا ما بحبش الاسئلة الكتير، انا بحب الصفقات. تيجي نعمل صفقة؟ صفقة ايه؟ انا موافق بس ما تأذيش امي. بص يا سيدي، انا هقولك مين اللي قتل ابوك وانت تقفل القضية على كده. نعم؟ هو مش انت اللي قتلته؟ لا، انا قتلت الجثتين اللي كانوا في الشقة وبس. يو بقى، مش انا قلتلك اني ما بحبش الاسئلة الكتير؟ من غير رغي كتير، امك هتفضل عندي لحد ما اتأكد ان القضية اتقفلت بالكامل وهو اللي شال الليلة كلها. طيب انا موافق. انا بحذرك، لو فكرت تغدر بيا انت ما تعرفش انا عندي القدرة اعمل ايه تاني. مش هغدر بيك وهعمل لك اللي انت عايزه، بس قولي مين اللي قتل بابا؟ وبعد اذنك ما تجيش جنب ماما. عمك هو اللي قتل ابوك. عمك كان بيبيع مخدرات، واما ابوك اتفصل من شغله عمك زن على ودنه وخلاه يشتغل معاه، وحصل خلاف بينهم اليوم ده وقتله. الست اللي كانت معاه دي واحدة كانت بتبيع معاهم، وابوك كان قرر يتجوزها عشان حبها. نعم. انت بتقول ايه؟ انت عاقل الكلام اللي بتقوله ده؟ مش وقت استغراب. طب انا اضمن منين ان كلامك صح؟ مستحيل اصدق ان بابا وعمي يعملوا كده. بلاش الثقة العبيطة دي، انت اللي خلاك ظابط ظلمك، وهتصدق اللي بقوله غصب عنك لانك ما قدامكش حل تاني، وتقدر تروح تسأل عمك او تروح تفتش بيته على غفلة. طيب وانت عارف ده كله منين؟ والله تقدر تقول كده ان انا اللي كنت بشغلهم واديهم المخدرات كمان، وقتلت الست عشان كانت هتعترف عليا لو اتمسكت. والبواب الغبي اما رحت العمارة ما كانش راضي يطلعني وكان شاكك فيا، فقلت له يجي معايا وقتلته هو كمان بسبب غبائه. طب ولو كلامك ده طلع كذب؟ برضه مش هتقدر تعمل لي حاجة، انت مفيش في ايدك غير انك تصدقني وتسمع كلامي، وخليك كده ضايع في وقتك. طب خليني اسمع صوت ماما عشان اتأكد انها كويسة. سكت شوية وفجأة ظهر صوت ماما اللي كانت مرعوبة وقالت لي: كلامه صح يا سليم، هو مش بيكذب، كل كلمة قالها صح. اطمني يا ماما، مش هخليه يأذيكي. قلت كده والتليفون اتقفل. بس انا كنت قلت لهم يراقبوا المكالمة، كنت بماطل في الكلام لحد ما فعلا قدروا يجيبوا المكان بتاعه. بس قبلها كنت بعت مجموعة تفتش بيت عمي، ومشيتوا معايا العساكر على اللوكيشن اللي الراجل ده عمل منه المكالمة. وصلت كان مصنع قديم في مكان شبه فاضي. اقتحمت المكان بس لقيته فاضي تماما، مفيهوش اي اثر لاي حد. وفي الوقت ده تليفوني رن. انا مش قلتلك ما تعملش اي حركة غدر؟ استحمل بقى، وعلى رأي المثل انا نصحتك وانت براحتك. قفل السكة وفجأة خرج كذا راجل مغطيين وشهم وكان معاهم حديد على شكل عصاية وأسلحة، وبدأوا يهجموا علينا. طلعنا أسلحتنا وبدأنا نضرب فيهم.
لحد ما باقي العساكر كمان جم وانضموا لينا، وقدرنا نسيطر على الوضع ومسكناهم ورجعنا بيهم على القسم. استجوبتهم وقالوا ان في حد دفع عليهم علشان يقتلوني، بس ما شافوش شكله. حطيتهم في الحجز ورجعت على مكتبي. دخل علي عسكري وقال ان هم لقوا كميات مخدرات كبيرة جدا في بيت عمي، كان حاططهم في الدولاب وقافل عليهم بالقفل. جريت رحت على عمي، اول ما دخلت ما حسيتش بنفسي غير وانا بضربه في وشه وفضلت اخنق فيه. جت مراته تبعدني عنه، قمت وقتها وطلعت مسدسي وحطيته في دماغه وقلت له ليه عملت كده؟ عملت ايه؟ مفيش وقت، اخلص. قتلته ازاي وفين ماما؟ انت فاكرني مش عارف ان انت اللي خطفتها؟ اتدخلت مرات عمي في وقتها وقالت لي انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ لو مديت ايدك عليه تاني انا هبلغ عنك. تبلغي عن ظابط بيعمل واجبه؟ طب يلا بلغي وبيقول لهم بالمره ان جوزي كان بيبيع مخدرات، ولا تقول لهم ليه؟ هما كده كده عرفوا في السكه زمانهم جايين. وبصيت لعمي وقلت له انت هتقول الحقيقه ولا خليهم يجوا يلاقوك جثه؟ ايوه، انا وابوك كنا بنبيع المخدرات، بس يوم ما اتقتل قابلنا الراجل اللي كان بيدينا البضاعه وكل واحد خد حصته. انا وابوك كل يوم كنا بنروح لمكان كده كنا بنبيع فيه الحاجه، بس اليوم ده اخدنا البضاعه وكل واحد راح لبيته وقلنا اننا هنبيعها اليوم اللي بعده، وحصل اللي حصل. طب والست اللي كانت مع بابا دي كانت بتشتغل معانا، ابوك كان بيحبها ووعدها انه هيتجوزها. انتوا بتعملوا كده من امتى؟ من 2.5 سنين. 2.5 سنين؟ ما تستغربش قوي كده يا سليم، العيشه صعبه وكان لازم نتصرف، واحنا الحمد لله ما كناش بنتعاطى منها اي حاجه. لا طاقه يا عمي، ربنا يبارك في ايمانك. انت تبيع بس انما تتعاطى لا، تموت الناس انما تموت لا. انا ما كنتش بجبر حد ولا بخلي حد يروح السكه دي. الشارع اللي كنا بنبيع فيه بيجيله زباينه، ولو انا ما بعتش فيه غيري 1000 هيبيعوا. ده الكلام اللي اقنعت بيه بابا صح؟ بس انت عارف انا مصدق ان مش انت اللي قتلته. قتل اخويا؟ انت جننت. لا لا سمح الله. ورفعت المسدس تاني في دماغه وقلت له امشي قدامي امشي. شاورت له على اوضه بابا عشان نشوف بابا خبى نصيبه فين، المخدرات فين. بس لقيت باب الاوضه مقفول بالمفتاح فكسرته. هي ماما كانت تعرف كل ده؟ دي كمان كانت بتقنعه معايا، وكل ما يقرر يوقف تقنعه تاني. اصل امك كانت من العملاء المميزين عند ابوك. تقصد ايه؟ امك جربته في مره وادمنت بعدها. عمي كان عمال يديني في صدمات وانا بحاول اكسر الباب، وفعلا كسرت الباب ودخلت قلبت الاوضه لحد ما لقيت المخدرات تحت مرتبه السرير. فعمي ضحك وقال لي امك دي عليها دماغ، هي متكلفه فعلا، بقى حد يخبي حاجه زي كده تحت مرتبه السرير؟ ماما اللي خبتها؟ امال يا حبيبي انت فاكر ايه؟ فاكر ابوك جه خباها ورجع مات في العربيه؟ يعني ماما كانت في مكان الجريمه؟ طالما كده كده خربانه فانا هقولك على كل حاجه. هي قالت لي ان ابوك اتاخر وانا قلت لها عشان اطمنها انه هنا عندي في البيت، وبالرغم اني قلت لها كده خرجت راحت له الجراج ولقيته ميت، فاخدت البضاعه ومشيت، وطلبت مني ان امسح الوقت اللي هي راحت فيه من كاميرات المراقبه. فانا عملت كده وانتوا مشغولين بالجثه قبل ما تاخدها العربيه بتاعت الاسعاف. العساكر والقوه جم، قلت لهم ينزلوا عمي والبضاعه في البوكس، وانا قعدت على الارض مصدوم بكلم نفسي زي المجنون وقاعد بضحك وعيط في نفس الوقت. ازاي بابا وماما يطلعوا كده؟ ازاي بقوا مجرومين بالشكل ده؟ وانا ازاي كنت مغيب طول السنين دي ما خدتش بالي من كل ده؟ طب ودلوقتي مين اللي قتله؟ كلهم ولا في حد جديد؟ قمت ورحت القسم ودخلت مكتبي، قدامي كل التقارير وفيديوهات المراقبة للجراج والبيت اللي كانت عايشة فيه الست سلوى، وبدأت أجمع كل الأحداث. وفي عز تركيزي الباب خبط. ادخل. وكان النقيب. وقفت وقدمت التحية وقعدت
وبدأ يتكلم معايا. سليم، انا كنت بفكر اخد القضية اللي شغال عليها دي ووديها لحد تاني. ليه يا فندم؟ انا قصرت في حاجة؟ ما قصرتش، انت عارف انك من اكفأ الضباط اللي عندي، بس انا عرفت احداث القضية ويقربولك ايه، علشان كده الموضوع اكيد حساس بالنسبة ليك. واسف على المقاطعة يا فندم، بس حضرتك شاكك فيا؟ شاكك اني ممكن اخون العدالة عشان اهلي؟ اكيد لا يا سليم، انت اللي بعتلي تقرير باحداث القضية لو كنت ناوي تتستر عليهم. اكيد كان مستحيل تعرفني مجرى القضية. الفكرة ان ممكن تجيلك لحظة ضعف وتتراجع وما تقدرش تكمل. انت عارف كويس ان والدتك كده معانا في قضية تعاطي وحيازة مخدرات، هي وعمك كمان مشتبه اول في ال3 اللي اتقتلوا، غير ان هيتم التحفظ على فلوس والدك ووالدتك وعمك. انا عارف كل ده يا فندم، وحضرتك اكتر حد عارف ان انا بفصل بين شغلي وحياتي الشخصية ازاي، وهعرف مين الجاني الحقيقي واضمن لحضرتك ان اضمن له اقصى عقوبة حتى لو كان مين. كلنا في خدمة القانون، واللي يتعدى القانون لازم ينول عقابه. بس احنا مش في غابة يا فندم، وده اللي احنا اتعلمناه من حضرتك. متأكد انك هتقدر؟ متأكد، وانا كل ثقة فيك. كمل شغلك وبلغني بكل جديد، وانا همدك بقوات الدعم اللي تحتاجها لحد ما تعرف الجاني. خلص كلامه وسابني ومشي. فضلت اشوف الفيديوهات مرة و10 لحد ما دماغي خلاص هتنفجر من الصداع. وجالي تقارير من المعمل الجنائي الخاص بموت سلوى والبواب. طلبت كوباية القهوة وبدأت أشوف التقارير اللي أثبتت موت سلوى أثر قطع في الرقبة بأداة حادة بعد دفع وشد مع الجاني، وأثر مقاومة أدت لعديد من الكدمات على جسمها. كمان كان في جسمها أثر مخدر بيستخدم لتخدير الحيوانات. أما البواب فمات أثر 5 طعنات بوحشية في بلكونة البيت، وبرضه تم استخدام نفس نوع المخدر. ومش بس كده، ده كمان نفس المخدر كان في جثة بابا. يعني قاتل ال3 واحد، وتاريخ وفاة البواب كان قبل وفاة الست سلوى، ومفيش أي أثر للمقاومة من البواب. ده معناه إنه طعنه على غفلة. اللي قاتل واحد لأن أسلوب القتل واحد، واستخدام سكينة في ال3 حالات قتل بابا والبواب طعن في بطنهم، وسلوى ذبح. كمان بصمات جزمة ما كانتش مطابقة مع بصمات الست سلوى. قمت وسبت المكتب ورحت الأوضة اللي عمي محجوز فيها، وبدأت استجوبه، بس ما طلعتش منه بأي معلومة جديدة. نفس كلامه اللي قاله هو اللي قاله. سبته ورجعت مكتبي وفضلت قاعد لحد ما لقيت الوقت اتأخر، وانا خلاص كنت هلكان، والقهوة ما بقيتش تعمل حاجة معايا. خرجت من المكتب ورجعت على البيت تاني. في الأول والآخر أنا مفيش في إيدي غير إن استنى اتصال من القاتل، وأتمنى من كل قلبي إن ماما تبقى بخير. دخلت الأوضة واترميت على السرير ورحت في سابع نومة. ما صحيتش غير على رن التليفون الصبح، ومسكت التليفون بس كان اللي بيرن قفل. فجيت أشوف كان رقم خاص، فرجعت رنيت على رقم تاني فجالي إنه مغلق. رنيت على الاسم بسرعة وقلت لهم إنهم يحاولوا يوصلوا لصاحب الرقم ده في أسرع وقت. بعدها قمت وأخدت دش، وعملت لي كوباية قهوة كده على السريع عشان أقدر أفوق لباقي اليوم، وعملت لي معاها سندوتش. لقيت الضابط اللي في الاسم بيرن عليا وبيقولوا لي إن هما معرفوش يوصلوا لصاحب الرقم، وقالوا لي إن عمي وهو بيترحل على النيابة خد السلاح من العسكري اللي كان معاه وقتله وقدر يهرب. قفلت معاهم ومفيش ثواني جالي تليفون من رقم غريب. فكرته القاتل ورديت، بس ده طلع عمي اللي قال لي: انا مش هقع لوحدي، انت فاهم؟ انا هودي الكل في داهية. يعني انت اللي قتلت بابا فعلا؟ قلت لك مش انا. لو عايز تعرف مين ادخل اوضة امك ودور كويس. ايوه، انا كلمت القاتل الحقيقي اللي انت لو عرفته هتتمنى انك ما كنتش تعرفه. كلمته وقلت له انك اكيد هتعرف مكانه وانه لازم يمشي، واتفقت مع رجاله عشان تقتلك، عشان انت هتودينا كلنا في داهية وتضيع كل مجهودنا. وفجأة المكالمة قطعت. رحت بسرعة دخلت اوضة ماما، دورت فيها ما لقيتش اي حاجة. شكيت ان اكيد عمي كان بيضحك عليا. كنت لسه خارج لاحظت البلاط اللي كان تحت السرير كان شكله غريب. رحت ووطيت تحت السرير وحطيت ايدي على البلاطة. قدرت اعرف بسهولة ان البلاط ده تحت فراغ، فزقيت السرير وشلت البلاطة ولقيت صندوق. اخدته وفتحته، وهنا كانت الصدمة. لقيت في الصندوق سكينة، ودلوقتي ده معاد الصدمة الأكبر لما لقيت تحتها هدوم. فمسكتها لقيتها كلها دم، والهدوم دي كانت
فجأة تليفوني رن، بصيت عليه وكان نفس الرقم الخاص. قلبي كان بيدق بسرعة كبيرة جدا. فتحت التليفون وما كنتش عارف انطق، لقيت نفس صوت القاتل وقال لي: ما عملتش اللي اتفقنا عليه يعني. يعني ايه؟ ما تفهمني. ماما بخير؟ بخير، بس انت شكلك مش عايزها بخير. ساكت ليه؟ انا قلت هتبقى مفزوع عليها لكن قتلتها. ما اعتقدش انك عملت كل ده عشان في الاخر يعني تيجي وتموت او تموتي. نعم. ازاي شكيتي في قدراتي اني اعرفك؟ ماما انا حتى لو ما كنتش ظابط كنت هعرفك. في الاول كدبت نفسي، بس بعد ما لقيت هدومك مع السكينة اتأكدت ان انت اللي ورا كل ده. نفس الشخص بيرد عليا باستغراب، قال لي: انت بتقول ايه؟ كفاية بقى، كفاية كدب. طب هقولك على المفاجأة. انا عارف انك مغيرة صوتك، انا متأكد انه انتي. وساعتها بيظهر الصوت الحقيقي للمكالمة. ايوه، صوت امي. سليم، انا عملت كده عشانك. ابوك كان هيتجوز وياخد كل الفلوس اللي عملناها ويمشي ويسيبنا. انا بعد ما ساعدته كان هيغدر بيا. فغدرت بيه الاول. سليم، انا امك وانت استحالة تأذيني، صح؟ للأسف صح، بس انا لازم اقابلك واشوفك. عاوزين نشوف حل، نشوف هنقدر نخرجك من المصيبة دي ازاي. متقلقيش، انا اخفي الهدوم والجزمة ومحدش هيعرف حاجة. انا مستحيل اخسركم كلكم مرة واحدة. سهلة، قول ان عمك هو اللي عمل كل ده. مش هينفع، لانهم عرفوا دلوقتي ان في قاتل تاني، ولو عملت كده هيشكوا فيا. واصلا انت مشتبه فيكي، ده غير المخدرات اللي لقوها. وعمي اعترف وقال كل حاجة عنك، وانك عرفتي ان بابا كان هيتجوز، فالشك كله عليكي دلوقتي. بس انا عرفت ان عمك هرب، وبكده التهمة هتلبسه اكتر. صحيح، عمك استحالة يسكت، وعلى فكرة هو اللي قال لي على خيانة ابوك. المهم دلوقتي ابعتيلي عنوانك وانا هاجي. قفلت معاها. كانت اول مرة احس ان انا عايز انقذ القاتل، اني هنحاز لاول مرة للجاني. كان كل تفكيري اني مش هقدر اخسرهم كلهم مرة واحدة، مش هقدر اقبض على امي واسلمها. بس للحظة فكرت في الناس اللي ماتوا، وان لو انا انقذتها في الدنيا مش هعرف انقذها في الاخرة، ويمكن عقابها في الدنيا يخفف من عقابها في الاخرة. قررت اني هسلمها. نزلت فورا للمكان اللي هي فيه ورنيت على الاسم، قلت لهم على العنوان اللي امي ادتهولي، وعرفتهم كل حاجة، وطلبت عدم التدخل الا لما انا اطلب، لان في الاول والاخر دي امي. رحت للمكان، وكان اوضه في فندق قديم جدا غير مرخص، بيقعد فيه تجار المخدرات واي حد عليه قضية او مطلوب. دخلت الاوضه اللي قالت لي عليها، ولما دخلت الباب اتقفل، وظهر رجاله كتير شكلهم يبان عليهم انهم سوابق. امي عملت لي فخ. لقيت واحد فيهم بيديني تليفون، اخدته ورديت لقيتها ماما. قالت لي: محدش يعرفك قدي يا سليم، كنت متأكدة انك عمرك ما هتقف معايا، بس ما تخافش، انا موصيهم انك تفضل عايش، بس تقعد لك في المستشفى كام يوم كده على ما اخلص شغلي واهرب. زيك زي ابوك مالكمش امان، واللي يثق فيكوا يستاهل الهلاك. اول ما عمك قال لي على حوار انه هيتجوز فكرت اروح ابلغ عنه، بس لقيت ان ده مش هيهديني. لا، انا كان جوايا غل وحقد الدنيا كلها. انا عملت كل حاجة غلط، اتعطيت مخدرات وبعتها، وحورت وكدبت على الناس كلها بسبب ابوك، وفي الاخر كان هيتخلى عني. تعرف ابوك معاه كام في حسابه في البنك؟ معاه 2 مليون جنيه. اهو لا، هما دلوقتي بقوا معايا انا، مكافأة نهاية الخدمة يا حضرة الضابط. انت ازاي بقيتي كده؟ بجد انا محتاج افهم انت ازاي بقيتي كده. ما تلومنيش انا، لا، لوم ابوك الخاين. بعد كل ده كان عايز يتجوز حد غيري ويرميني في الشارع. انا من وقت ما عرفته وانا قررت اني اقتله، ما لقيتش فرصة احسن من اليوم اللي قتلته فيه. رحت له العربية على غفلة ولقيت جزمتها، واجهته وقتها وكان بجح. قال لي انه خلاص ما بقاش عايزني، واني بقيت خطر عليه وعلى شغله عشان بقيت مدمنة. استفزني وما دريتش بنفسي غير وانا ماسكه الجزمه وبخبطه بيها. حاول ينقذ نفسه وخنقني، بس انا كان معايا حقنه مخدر، طلعتها وحقنته بيها، ومسكت الجزمه وفضلت اخبطها في دماغه، بس ما حسيتش برضه ان انتي قامت.
فطلعت السكينة اللي كانت معايا وطعنته بيها. كنت هلبس كل ده للأستاذة اللي كان عايز يتجوزها، بس هي رجعت تاني اليوم اللي أبوك مات فيه عشان نسيت تاخد جزمتها، ولقيتني قتل أبوك. اتفقت معاها إني هديها فلوس مقابل إنها تسكت، وأجرت لها البيت اللي رحت لها فيه. وما عرفت إنك قدرت توصل لمكانها رحت وقتلتها عشان عارفة إنها جبانة وأكيد هتقول عليا وعلى كل حاجة، والباقي بقى أنت عارفه. فبعد كل ده عايز نخسر كل حاجة؟ مستحيل. انت لا يمكن تكوني امي اللي انا اعرفها. انت الادمان والفلوس خلوكي وحش مش انسان. يستحيل تكوني انسان. قفلت في وشي وبدأوا الرجالة يهجموا عليا. طلعت سلاحي، بس لأن عددهم كان كبير قدروا ياخدوه مني وبدأوا يضربوا فيا وأنا أضرب فيهم، ولأن الكترة للأسف تغلب الشجاعة كانوا هم أقوى، لحد ما سمعوا صوت عربية الشرطة وجريوا قبل ما يكملوا مهمتهم. قمت جريت ورا واحد فيهم ومسكته قبل ما يهرب، والقوة قدروا يمسكوا الباقيين وقدروا يعرفوا مكان المتهمة اللي هي للأسف أمي. وأول ما وصلت وشفتها كانت حد غريب معرفوش، ما كانتش أمي لأ. قبضت عليها بنفسي وسلمتها، وعرفت من تليفونها مكان عمي وقبضنا عليه هو كمان. فاهم وضعها، بس مش قادر أفهم إزاي وصلت للمرحلة دي. هي غلطت وأبويا كمان غلط، بس هي بدل ما تتصرف صح صلحت الغلط بغلط أكبر منه. الخيانة شيء بشع، لكن الأبشع منه إننا نقرر ناخد حقنا بإيدينا وننسى إن في ربنا وفي قانون بيحاسب الإنسان. وكان أول انتصار ليا بطعم الحزن. اتكرمت وترقيت وبقى ليا منصب كبير، بس بقيت لوحدي في الحياة. وبعد 6 شهور وقبل تنفيذ حكم الإعدام ماما كانت اتجننت لدرجة إنها ما بقتش فاكراني أصلا، واتنقلت لمصحة عقلية، وعمي تم إعدامه. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب أشكر الكاتبة بسملة لبيب على كتابتها للحلقة، وكمان حابب أشكر إسماعيل هشام على إعداده للحلقة، وكمان بشكركم لو وصلتم لحد هنا. وكمان أنا بعتذر جدا لو صوتي باين فيه البرد أو إني تعبان أو أي حاجة. دعواتكم بالشفاء. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. كمان ما تنسوش تعملوا لايك لو الحلقة عجبتكم، وكمان ما تنسوش تسيبولي رأيكم في الكومنتات، ده بيفرق معانا جدا، بيفرق معانا في تطوير المحتوى، وبيفرق معانا في إسعادنا وتشجيع الناس إنها تكتب أكتر وتنتج أكتر. كمان ما تنسوش تنضموا للجروب بتاعنا على فيسبوك، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. واي حد عنده قصه حقيقيه حصلت له او قصه من تاليف وحابب اننا نذاعها يقدر يبعت لي على الاكونت الشخصي، برضه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كنت انا معاكم احمد عصام، ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جايه. شكرا ليكم، تصبحوا على خير.